السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. ان شاء الله النهارده هنعمل حاجة حلوة، كوكيز اللي هو بالشوكولاتة، احلى من اللي بيجيبيه من بره. نخش على المكونات على طول. اول حاجة هتجيبي تلتين مج من اللي في كل بيت ده اللي احنا عارفينه المعياري ده، هنحط فيه تلتين وسمنة او زبدة على حسب يعني امكانياتك، وتكوني حاطاه في التلاجة ساقع شوية، لا هو مجمد قوي ولا سايل قوي. تروحي منزلاه كده، نزلي السمنة او الزبدة. طيب بعد كده هنضيف عليه زيت يكون نضيف نوع حلو. هحط عليه بالمعلقة بتاعتنا اهي عشان اسهل عليكي 5 معالق من الزيت. وبعد كده هجيب نفس المج اللي حطيت فيه السمنة مليان كده سكر حبيبات ناعمة كده فاتح حلوة، واضيفها عليه، او لك حرية الاختيار ممكن تخليه سكر بودرة. وبعد كده بالمضرب بكل سهولة كده اشغل المضرب بتاعي وافضل اضرب في المكونات دي لغاية ما الاقيها كريمي. ودلوقتي حبايبي انا قعدت اضرب فيه لغاية ما بقى كريمي كده وتغير لونه بقى فاتح كده. هجيب بيضاية بدرجة حرارة الغرفة، بيضاية واحدة، واروح منزلاها، وعليها على طول كيس فانيليا او معلقة فانيليا سايلة. يا حبايبي ده المنظر بعد ما ضيعت اثار البيضه كلها وضربتها كويس برضو بالمضرب. هبتدي بقى ايه، اجيب المواد الجافه، شوف هعمل فيها ايه. ودلوقتي حبايبي بجيب بوله احط فيها نفس المج اللي كان فيه السمنه والسكر عيرت بيه، هحط كوبايتين او مجين كاملين وربع من الدقيق، جميع الاستخدامات او جميع الاغراض، ماشي. علشان اطعم الكوكيز بتاعي واخليه ليه طراوه كده بنزل عليه معلقتين كبار من اللبن البودره، وانزل عليه، وبعدين انزل عليه معلقتين كبار حراميتين كده من الكاكاو، بس ده عشان معلقه صغيره انا بزود كده. وبعد كده هضيف عليه معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره كده ممسوحه. واللي هيخليه هش وجميل البيكربوناتو الصوديوم، بجيب طرف المعلقه كده بتاع ربع معلقه احطها كده. يبقى كده انا ايه، دي المكونات بتاعتي، واروح ضايفه عليهم ذره الملح، ذره كده من الملح، واقلب بقى كل المكونات الجافه بتاعتي دي كده. الكاكاو على كوبايتين وربع دقيق، يعني يعتبر بالكاكاو كانه كوبايتين ونص. هبتدي انزل بقى المكونات بتاعتي شويه بشويه كده واقلب، واروح منزله شويه بشويه زي ما قلت لكم، واقلب اخلط المكونات ببعضها. انا مش بعجن، بسم الله. ودلوقتي حبايبي بعد ما لميت العجينه كده كويس ولقيتها محتاجه معلقه سمنه، رحت ضايفاها لها. وتختبري بقى العجينه بتاعتك كده، تاخديها تلاقيها ما شاء الله كده هي مش بتلزق في الايد وكويسه كده. واروح دايسه عليها كده، جميله وطريه. طبعا العجينه دي علشان تبقى حلوه ومتماسكه واشتغل فيها مش قبل ساعتين تتحط في التلاجة. احطها جوه كيس واحطها في التلاجة ساعتين، وبعد كده نبتدي نشتغل فيها. وبعد كده حبايبي بتجيبوا قالب من الشوكولاته بيكون نوع حلو انتوا واثقين فيه، وتقطعوه كده بالراحه مكعبات كبيره، بسم الله. وبعد كده حبايبي نروح قاطعينها كده
بحيث تكون مكعبات كده كبيرة شوية. هخلص، وطبعا اللي اتعمل لو في اي حاجة اتفرفتت بشيلها بعد كده اعملها في حمام مائي لاي حاجة تانية، واخد القطعة الكبيرة هي دي اللي هغرزها في قلب الايه العجينة. دلوقتي حبايبي بعد ما مر عليها ساعتين بنطلعها وناخد جزء منها كده قد حبايه الليمونه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واروح جايبه الشوكولاته اللي انا عملتها بالسكينه واحطها كده عليها. طبعا لانها مش مستويه فبتغرس فيها بكل سهوله. واروح حطها كده رصها في صينيه تكون مدهونه معلقه زيت بسيطه واوزعها عليها. اهيت، واجيب نفس الشوكولاته زي ما قلت لكم واغرس كده بكل سهوله فيها. زي ما انتم شايفينها في نفس الشكل ده كده، واروح حطها في قلب الصينيه وارصها ما بين كل واحده والتانيه مسافه بسيطه على اساس انها بتريح العجينه ما تبقاش لازقه في بعضها. هعملها كلها ونشوف طلعت كام واحده معانا، وانا اثناء ما شغاله دلوقتي كده مشغله الفرن. دلوقتي انا خلصتهم كلهم حبايبي. المقدار زي ما قلت لكم كوبايتين وربع، ما شاء الله عملوا لي 29 قطعه في منتهى الجمال. دخلها الفرن وانا كنت شغاله فيهم، الفرن كانت شغاله 12 دقيقه بالظبط في الفرن، تحسبيها على الموبايل وتروحي مطلعاها. اكتر من كده هتنشف منك وتسيبيها في الهواء. يلا بينا على الفرن. بعد ما طلع وسبت 10 دقايق شيلته من الصاج ورحت رصاه كده في السرفيز. الطعم حكايه وطريه وجميله. القلب مستوي في منتهى الجمال. طبعا حبايبي هي طريه علشان لسه سخنه، ما فاتش يا دوبك عليها بتاع 7 8 دقايق. كل ما بتسيبيها في الهواء كده بتنشف وتتماسك شويه، بس دايبه في البق، طعمها لذيذ جدا. جربوها هتعجبكم جدا، وموفره واحسن من ما تشتروها بالغالي من بره. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.